هذه قصة عجيبة وتكمل قصتنا اللي قبل أسبوع حقت اليتيم اللي جاء من عسير وصارت عليه قضايا الموت. هذا اليتيم الفقيه أحمد طبعا راح الوادي الصفراء وتزوج حرمة متزوجة قبله برجلين. الرجل الأول جابت منه ولد اسمه حاتم، وحاتم هذا ركب على بعير اسمه صفوان، وصفوان هج ولا عاد يدرون عن حاتم. إلى فترة صاحبنا هذا اللي هو إبراهيم بن أحمد العسيري راح للشام بيوسع صدره، عنده صديق له في السفارة يقول بتمشى، والكلام هذا قديم جدا يعني نتكلم عن 50 سنة 45 سنة. يقول فوصلت صاحبي في السفارة هناك في سوريا وجلست عنده 3 أيام ثم انتقلت إلى حمص. فيقول جيت خدت لي شقة في حمص، يقول قمت أتمشى وجيت لي في حديقة ولقيت هاك العجوز اللي الحزن كله في راسه. يقول فجلست معها وقلت عسى معشر وش فيه تتكلم اللغة العربية يعني عربية سورية، فما أعطتني وجه، وكل ما قلت لها وش فيه ما تعطيني وجه. يقول ضايق صدري كل يوم أشوفها في الحديقة تبكي عايشة بحزنها، حزن اسمها مريم. فيقول سألت مؤذن مسجد قال لي هذه ميت زوجها العام الماضي وحزينة دائما في الحديقة حزينة وظروفها صعبة المادية ما عندها. يقول فرحت واشتريت لها بعض الهدايا وبعض الأشياء اللي تدخل النفس على أخوي المسلم. يقول جيت جنبها وهديتها الهدية هذه. فيقول سنها بدأت تنشرح لي. يقول فقمت أسولف أنا وياها قلت سلامات عسى معشر حنا نعين بعض. يقول هي كبيرة يعني. قالت والله يا أخوي أنا زوجي مات العام الماضي وأنا الحالي هنا. قال طيب وأهلك؟ قالت والله أنا مقطوعة من شجرة. قال طيب ما عندك شغل؟ قالت لا والله أنا جيت في هالمسجد في هالجامع وقعدت مع حرمة والحرمة توفيت وأنا مسكت مكانها حارسة في هذا الجامع، لكن ما عندي ودي أرجع لأهلي. قال أنت تو تقولين مالك سهل؟ قالت أهلي مو بهنا، أهلي في قبرص. قالوا ايش جابت من قبرص؟ قالت أنا أصلا من قبرص، أبوي تاجر كبير في قبرص، وجاء الشاب هذا السوري كان يشتغل في البريد في نيقوسيا هذه في لارانكا. نعم. وتعرف على أبوي، شاف أبوي صلاحه وزوج لي إياه، وأنا الآن أتقطع للعودة إلى قبرص ولا أملك قيمة التذكرة. فقلت الله إن شاء الله يردت لهالت. يقول قعدت معها أسبوع أسبوعين، رجعت لهالي في عسير، قعدت 2 سنين. بعد ال2 حجزت ورحت للشام وطلعت من دمشق ورحت الحمص، ولا خويتي في الحديقة كأنها ما تغيرت بعد 2 تبكي نفس بكاءها ونفس حزنها. يا مريم قالت والله، يقول جبت لها هدية وجبت لها هذا ما قالت والله ما أقدر. قال أجل والمي عفشت. وين؟ قال قبرص. يقول روح أعطيك تذكرتين، واحدة لها وواحدة لي. ما صدقت لين قعدت معي في الطيار. يقولون نحجز وننزل على مطار قبرص في نيقوسي عاصمة قبرص. يوم نزلنا يقول تبكي طول الطريق في الطيارة، تبكي وتدعي لي. يقول يوم نزلنا قلت وين أهلت؟ قالت والله ما أعرف، أنا تارك البلد هذه من 30 أو 40 سنة ما أعرف منها شيء. يقول فخدت راعي تاكسي وخلاه يدور على وين لارنكا، هذه مدينة كبيرة جدا. يقول ما بقى عمارة، ما بقى بيت، ما بقى شقة. يقول قلت طيب ما تتذكرين معلم وش اللي جنب بيتكم؟ يقول قمت أثير أشجانها. قالت جنبنا كنيسة. أحرك ذاكرتك. أي قالت عندنا كنيسة. قلت زين خلصنا. يقول قلت شوف الكنائس اللي في لارانكا خلنا ندورها كلها. فصار كل يوم نروح الكنيسة لين هذه. يقول لين جينا كنيسة عرفتها. قالت هذه كنيسة، هذا راعي البقالة عرفه. يقول نزلت وأنا وراعي التاكسي، أنا راكب قدام هي ورا. نزلت الراعي الدكان، قالت له تكلمت معها، هي تعرف اللغة القبرصية وتعرف اللغة العربية. فقالت أنت، صار بينهم حديث، جت مسرعة. قال ها وش بشتري؟ قالت هذا اللي كنت ألعب معه وأنا طفلة، يعني زي ما تقول الجيران. وسألت عن أختي، وأختي اسمها بيبدي أنا الله يعطيني اسمها دارين، اسم جزيرة عندنا. قال دارين تسكن في الحي الفلاني. يقول رحنا بالسيارة لين وصلنا الوصف اللي ذكره. يقول رأيت تاكسي تقدم، هي نزلت راحت تسأل. يقول أنا قاعد، يقول وجهي قدام. قال السواق التفت ورا. يقول السواق لي. قال شيخ إبراهيم؟ قلت نعم. قال التفت ورا.
يقول يوم التفت ورا وشناظر ولا حرمتين يتعافرون في التراب. هذه مريم وهذه دارين لقوا بعضهم بعد 40 سنة، ولا تسأل عن الزعل ولا الضحك ولا العتاب ولا البكاء، فرحة ما تتخيلونها. ترى القصة موثقة في كتاب وبطلها موجود، إبراهيم يسمعنا الآن. يقول ما تدري جو وخذوني معهم، يقول كلنا الثلاثة حنا نبكي، فخليت رعي التاكسي امشي ونزلت شنطنا ورقينا لشقة دارين. جيناها وتسوي عشاء فرحانة تقول أنا أيست إنك حية. يقول فجلست معهم في الشقة وسووا لها كل يوم حفلة، ولا عندها بنت ما شاء الله تبارك الله متزوجة رجال، وكلهم يتحدثون اللغة القبرصية ما عدا مريم اللي جت معي وهي اللي تترجمني. رحنا عندهم كم يوم أو 3 أيام 4 أيام، صار فيها حفلة وصار فيها مناسبة وتعرفت عليها وتعرفوا علي. فقلت يا مريم بنروح لسوريا؟ قالت لا أنا بقعد عند أختي. قلت أنا أجل بروح بلدي. فسبحان الله ودعوني، ودعتني بنت دارين في المطار مع زوجها، وعطتني مفتاح شقتها في حمص، تقول سلمة الراعي السكن. رحت بالمفتاح وسلمته لراعي هذا ورجعت للسعودية. قعدت 2 أو 3 بس صرنا نتراسل بالخطابات. جاتني رسالة من قبرص إن دارين تطلب كلحل توفيت، فحجزت ورحت القبرص، حضرت العزاء تم يعني، فحضرت ولقيت مريم وقعدت أنا وياها نسولف ونضحك. وحنا في الكلام هذا جتنا جارة لهم ومتحجبة ودينة ولا تتكلم العربي، فقامت فرحانة. أقولها ليش هذه فرحانة؟ أقولها المريم. قالت هذه بتحج. قال شلون ما قد حجت؟ قالت لا ما هذه حجها السنة هذه وفرحانة أنا بتحج. قامت مريم تبكي. قلت يا مريم ليش تبكين؟ قالت أبوي دائما يقول جعلني أموت في بين المدينة ومكة. ليش بين المدينة؟ قال أصله من هناك. شلون أصله من هناك؟ قالت أبوي جاء عندنا وعمره 6 سنوات وخذته حرم جامع قبائل عنزة للشام، وجاء ولقيتها واحدة اسمها اسمها رباح الله يعطيني اسمها، واخذتها معها لتركيا وعاشت معها لتركيا، ثم راح القبرص وتزوج أمي وجاب أنا وأختي وجاب 3 أولاد. قال شو اسم أبوك؟ قالت حاتم. ترى مهما قلت ومهما تكلمت القصة لا ما تتصورونها. ما درى عن هذين صاروا من عيال أخوه من أمه. البنتين هذه إبراهيم صار عمهم. يقول أنا قاعد تبكي وتنطق لي قصة، تقول إنه جاء على جمل اسمه صفوان، والجبل هذا ضاع، راح مع القبيلة خذوا الغلام ركبوه في الهودج معهم وسافروا به للشام، وصفوان ما يدري عنه، والولد كان صغير وعاش معهم في الشام، وجت حرمة وخذته وودته معها لتركيا وعاش معهم في تركيا، وتزوج وراح لقبرص وعاش في قبرص وتزوج والدتي كانت معه متزوجة في تركيا، وجابني وجاب إخواني وجاب أختي شو اسمها اللي توفيت دارين. يقول أنا أصيح البنات وهذا كلهم يتكلمون بالقبرصي. أنا مع مريم تقول لي صيح عليه أنت، صيح على أبوي وش عرفت فيه يعني؟ يقول ما قدرت أتكلم، ما هذا أخوي الكبير يعني. يقول وامسكه على جنب وقص لها القصة كاملة. قلت هذا حاتم أخوي من أمي وفقد على جبل، وأمي باعت جميع ما تملك تبحث عنه من أغنام من هذا ولا لقيته، وأنا جاي في تمشيه أكسب فيك أجر، وديت لها لتصيرين أنتي بنت أخوي. فسبحان الله عاش يعني. يقول رحت وجبت ذبيحة وذبحنا وسوينا حفلة وتعارف، وصارت هذه البنت بنت أخوي، وصار يعني عمها، بس عمها من يقول، وصار بيننا شيء يا أخوان مهما قلت مهما تكلمت القصة من أعجب القصص. يقول أنا عندي عمل ومرتبط بإجازة معينة، فقلت لها روحي معي السعودية أدبر لك حج وهذا. قالت مريم خلني هنا وارتب إن شاء الله، بس بيصير بيني وبينك مراسلات. يقول جيت للسعودية وقعدت لي فترة، جاني خبر بوفاة مريم. يقول رجعت حضرت عزاها، وما بقى شريدتهم إلا البنت اللي اسمها بنتهم اللي متزوجة. يقول أيضا صار بيني وبينها مراسلات. يقول يوم جيت الجنوب قعدت فيها حوالي 1 2 جاني رسالة من جيرانهم
ان البنت وزوجها رايحين تركيا بطائره، وطاحت الطياره وتوفيت البنت وتوفي زوجها، فانقطع نسل اخوي حاتم. فيقول هذه القصه صارت لي عبد الله، اسمه الشيخ ابراهيم عسيري من محاي العسير، موجود، هو قصته على ابوه احمد، هو اللي قصه اليتيم اللي راح للهند وراح لليمن ورجع لوادي الصفراء، وهذه تكمله القصه، واسال الله العلي العظيم ان ينفع فيها. الله يسعدك، الله يبيضك.